انت مكسل تصلي قيام الليل ومكسل تقرأ قرآن وتختم كل 3 ايام مثلا او كل اسبوع. ما عندكش القدرة على الاعمال الكبيرة، ما عندكش القدرة على العبادات الثقيلة، ما عندكش القدرة انك تصوم كل يوم، ولا انك تصوم يوم ويوم مثلا، ولا انك تقوم تلت الليل ولا نص الليل زي الصالحين ما بيعملوا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. عايز تبقى زي الزهاد العباد؟ خلي خلقك حسن، خلي عندك اخلاق حسنه. تمام كده، هو ده العمل السحري اللي بيوصلك لدرجه الصائم القائم وانت ما بتصومش ولا بتقوم الليل. لكن برضه بنقول خذ حظك من الصيام، خذ حظك من قيام الليل، مفيش مشكله. لكن حسن الخلق هيبلغك المنزله دي. ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم. خلي اخلاقك حسنه. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت.